حديثنا لهذا اليوم حول البنيان المرصوص. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أكرمنا ربنا عز وجل بهذا الدين وشرفنا به من بين العالمين، وأصل عزتنا وينبوع قوتنا، فلقد علمنا الله عز وجل به من الجهالة، وهدانا به من الضلالة، وكثرنا به بعد القلة، وأعزنا به بعد الذلة، بعد أن لم يكن العرب قبل الإسلام يعرفون للتوحيد دليلا ولا للوحدة سبيلا، فجمع الإسلام على التوحيد شملهم، ووحد على الحق رايتهم، حتى أضحوا خير أمة أخرجت للناس، كما وصفها ربنا عز وجل بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، وأمرهم أن يشكروه عليها، وأن يحافظوا على ثمراتها، ويتجنبوا كل ما يذهب ريحهم ويفرق جمعهم. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوة الإيمان والإسلام. وكذلك يريدنا الإسلام أن نكون أمة واحدة في ظل راية حق واحدة، لا عصبية تفرقنا، ولا عنصرية تمزقنا، ولا أهواء تزيغ بنا، ولا اختلافات تذهب بقوتنا. نستلهم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا أس الوحدة وصدق الانتماء، ومن سيرة سلفنا الصالح وتاريخ أجدادنا نستضيء دروب العزة والإخاء. وفي ظل راية الدين نعيش التوحيد والإيمان، تلك الراية التي انضوى تحتها بلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي رضي الله عنهم جميعا، وانضوى تحتها كل عربي رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فالتقوا على كلمة التوحيد، وذابت بينهم فوارق الجنس والوطن، واضمحلت نوازع العصبيات والفتن، وحلت رابطة الإسلام محل رابطة الدم والعشيرة. فكان لسان حال أحدهم إذا سئل عن أبيه فقال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. إخوة الإيمان والإسلام، من هنا نعلم عظمة هذا الدين الذي جمع بين القلوب، ولم يفرق بين عربي وعجمي، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين سيد سود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد قاتلوا أعداءهم على أتقى قلب رجل واحد منهم، وقارعوا خصومهم وكأنهم بنيان رص بعضه إلى بعض.
كما قال عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ورحم الله من قال في هؤلاء: قوم إذا ما ابتلوا فالصبر شيمتهم، أو أزديت نعمة ألفيتهم شكروا، يراهم الخصم آسادا إذا غضبوا، شم الأنوف فلا كبر ولا بطر. إخوة الإيمان والإسلام، إن الحفاظ على وحدة المسلمين فرض شرعي وواجب حتمي، لا يجوز التفريط فيه بحال من الأحوال، إذ الاجتماع على الحق وسيلة لقوة الأمة وتماسكها، وأداة لحفظ كيانها ودفع شر أعدائها، وهو استجابة لأمر الله عز وجل بالاعتصام بدينه والنهي عن التفرق فيه، إذ يقول مولانا عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم والإمام أحمد. ففي الاجتماع البركة وفي الفرقة العذاب، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. ولا يمكن لأمة الإسلام أن تقوم بدورها في الحياة وتسير في ركب الأمم في النهوض والبناء إلا إذا كانت وحدة شعبها قائمة وصفوفها متراصة ومتلاحمة. ألا وإن من أهم ما يحفظ للأمة قوتها ويبقي لها وحدتها التمسك بدين الله عز وجل كتابا وسنة، علما وعملا، فهما وسلوكا، آدابا وأخلاقا، والتعاون على البر والتقوى والإيمان، ونبذ التعاون على الإثم والمعصية والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومما يجب علينا أيها الإخوة المؤمنون الحفاظ على شوكة الأمة ومقومات الشعب الواحد بإيثار المحبة والرحمة والطاعة والنصرة بين الحاكم والمحكومين، على أساس من طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيام الراعي بحقوق الرعية والسهر عليها، وقيام الرعية بالسمع والطاعة لولي أمرها. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال:
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ومن أقوى الروابط ومن أوثق العرى الشعور بالوحدة الإسلامية ومراعاة الحقوق فيما بين الإخوة، وترسيخ معانيها في القلوب وفي العقول، وممارستها واقعا بين أفراد الشعب المسلم. وقد أكد ربنا عز وجل هذه الأخوة في غير آية من كتاب الله عز وجل، وأثنى على أهلها فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يخفى أيها الإخوة المؤمنون، ولا يخفى ما للإصلاح بين المسلمين من أثر عظيم في إزالة الشحناء والعداوات وتطهير المجتمع من أوضار الشقاق والنزاع، وإقامة مجتمع سليم معافى من العلل. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إخوة الإيمان والإسلام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وتمسكوا بدينكم، واشكروه على نعمة الإسلام، واحذروا النزاع والشقاق والخصام. واعلموا أن الله أمرنا أن نكون أمة واحدة، ونهانا عن أن نتفرق إلى ملل ونحل، إيثارا لسلامة الدين وإبقاء لوحدة المسلمين، حيث قال ربنا عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن من أخبث أسلحة أعدائنا اليوم محاولتهم إلهاء المسلمين عن واجباتهم وشغلهم ببعضهم، وإثارة الفتن والعصبيات، وإذكاء نار الفرقة والانقسامات. ومن هنا كان واجبا على جماعة المسلمين أن ينتبهوا وأن يتيقظوا لما يدبره لهم الأعداء من المكايد والمؤامرات، ويحيكونه من الدسائس وإثارة النعرات، وأن يحفظوا وحدتهم الإيمانية ويتمسكوا بأخوتهم الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.